السلام عليكم. عاملين ايه؟ والله العظيم يعني الواحد اللي حسبه لقاه، اقسم بالله حرفيا اللي حسبه لقاه. انا عارف ان الماتش ده مش هيعدي سلمي، وعارف ان انا هطلع اتكلم في حرقان دم ووجع اعصاب وتعب قلب والله. ويعني من قبل ما الموسم يبدأ انا قايل المدرب ده لا يصلح للزمالك خالص، مفيش سي في خالص عنده، مفيش سي في خالص عنده كويس، وهو مش بتاع نادي الزمالك يعني والله العظيم مش بتاع نادي الزمالك خالص. يعني الواحد تعب نفسيا، اقسم بالله تعب نفسيا من اللي بيحصل ده. بادئ بتشكيل يعني خلاص خلاص الفرقة حفظتك. يعني انت كنت بتقول اصلا في الاول اللي انت مش عايز تبدأ تثبت بتشكيل عشان الفرقة كلها بتحفظها، وده كان كلامك في المؤتمر الصحفي عم فريرة. مش عايز تبدأ بتشكيل يبقى محفوظ عشان الفرقة كلها تحفظها، وهيبدأ كل الفرق تبدأ تحط خطة على الخطة اللي انت حاططها. انت اصلا كل مرة بتبدأ بنفس القرف والخرا اللي انت بتبدأ بيه. مش فاهم. انا عنوان الفيديو ده اصلا، عنوان الفيديو ده هما حاجة واحدة بس، هي كلمة واحدة بس نفسي اقولها: الدباغ ده فلوسه حرام. اقسم بالله الدباغ ده فلوسه حرام. انا ما كرهتش لعيب في الفترة اللي فيها دي قد الدباغ، بجد زي الزفت. اسلوب ولاعب وكل حاجة، كل حاجة زي الزفت اقسم بالله حرفيا. مش فاهم ما بيستلمش كورة، ما بيهاجمش، ما فيش، ده عصفورة. شفت قال له انت لازمتك ايه في الملعب؟ انا لازمتي شجرة. هو شبه الشجرة كده ما بيعملش اي حاجة خالص اقسم بالله. وعم الرابر شيكو بانزا ما بيعملش برضو اي نيلة خالص. لعيب مزاجي، هو زي ما الشابوني طلع قال ده لعيب مزاجي. يا الماتش لو الماتش انت كسبان وانت جميل وماسك كورة، اللعيب ده اتفرج منه بقى على كورة كويسة. لو انت مثلا مضغوط والماتش مش متحكم انت فيه، قابلني بقى، قابل على الخرا بقى اللي انت هتشوفه انت بقى من اللعيب اللي زي ده. بجد انا مش فاهم التشكيله. صبحي يعني ربنا يبارك له، بادئ بقى بمين؟ بادئ بعم الونش وحسام عبد المجيد. الونش وحسام عبد المجيد احنا مليون مره اتكلمنا وقلنا بلاش الونش، بلاش الونش. الونش مش شايف قدام منه حرفيا، الونش مش شايف. انت رحت دفعت فلوس وجبت واحد محمد اسماعيل، دفعت فلوس فيه 50 مليون متهيألي على ما اتذكر. 50 مليون. لعبه، اديله فرصته. انت ليه مش بتلعبه؟ انت ليه جبته اصلا؟ وعندك واحد محترف صلاح مصدق انت محسوب علينا ده محترف، ما قعده. انت شايف اللي بيحصل من الونش، شايف اللي بيحصل من الونش، خلاص ما ينفعش. خلاص هو مش شايف قدام منه حرفيا، حرفيا مش شايف قدام منه. بس بتلعبه ليه؟ بنتايج بتلعبه برضو، بنتايج مش عارف ماله. بنتايج برضو مش هو بنتايج اللي زي ما جنة، بس على الاقل احسن الوحشين. عمر جابر لا حول له ولا قوه اقسم بالله. بص هو نص الملعب، نص الملعب حاطط لك ناصر كوستا. عم ناصر كوستا، ناصر كوستا بقى ده خلاص بقى عم فازلوكا. يعني انت خدت الكوره وبتلعب مركز 10. هو ناصر حط في دماغه اللي انا خلاص انا هفضل العب، انا مهما عملت من اي قرف انا هفضل العب. هو المدرب مش هيغيرني، مش هيغير الخطه بتاعته، انا هفضل العب 10. انت جايب ادم كايد، ادم كايد ده برضه اللي فلوسه حرام، تمام، فلوسه برضه حرام، بس هو بيلعب 10. انا مش عارف اقيمه. اقسم بالله ما عارف اقيمه، مش عارف اقيمه ليه؟ عشان هو جاي لنا بيلعب مركز 10، بيلعب نص ملعب. انت حاطه هاف، انت مصمم ان انت بتلعبه هاف شمال، تمام. والماتش اللي فات ده بتاع دجله امبارح، انا مش فاهم هو كان بيلعب فين. ده كل شويه سقط مكان الباك الشمال، مش بيلعب حتى هاف، سقط مكان الباك، وانت مخلي شيكو بنزا برضه قدام. فاحنا محدش فاهم هو بيلعب فين. عبد الله السعيد، عبد الله السعيد انا بحبه الصراحه. انا حرفيا انا بحب عبد الله السعيد، يمسك كوره. بس والله العيال اللي معاه مش فاهمين، العيال اللي معاه اقسم بالله ما فاهمين حاجه. شفت دونجا يا معلم؟ شفت دونجا لما بيجيب عنك، بيجيب عنك انت خلاص مفيش نص ملعب. اقسم بالله مفيش نص ملعب من غير دونجا. دونجا حرفيا هو نص الملعب. دونجا مركز 6، بسم الله ما شاء الله عليه.
اي حد بيكره دونجا، اي حد عايز يخش ينتقدني ينتقد، انا مش فارق معايا كلام الناس، يكش يولع كلام الناس كلهم. اقسم بالله كلام الناس السلبي كله يولع. دونجا احسن ستة في مصر كلها. اقسم بالله دونجا احسن ستة في مصر كلها. اتفرج عليه وهو بيقطع كور، لعبه لوحده، مش عايزين شحاته جنب منه ولا عايزين اي حد جنب منه تاني. اتفرج عليه دونجا لوحده، واتفرج دونجا مع المنتخب باذن الله، باذن الله لما راح القايمه يا رب يلعب. بس اتفرج عليه دونجا لوحده هيعمل ايه. دونجا اقسم بالله يا جدعان ستة موهبه. ماشي. انت شيكو بنزا، شيكو بنزا خلاص هو حط في دماغه برضو ان انا ماليش بديل، فانا هعمل اللي انا عايزه. عندك بقى اخوان بزيرة ولا اخوان الفينا عشان عم ابوه بيزعل بيزعل من الاسم بتاعه. يعني هو الفرقة، حرفيا هو الفرقة، هو تحس اللي هو ابن النادي، تحسش اللي هو محترف خالص. في بقى كام حاجة عايزين نتكلم عليهم. انت دلوقتي جبت عبد الحميد معالي، ماشي، عبد الحميد معالي بتطلعه بره القايمة، ده أول حاجة. تاني حاجة، قضية دباغ لعب معاه 5 ماتشات ومفيش شوطة واحدة، مفيش هجمة، مفيش كرة في العارضة، مفيش هتفضل تقول مفيش لحد السنة اللي جاية، لحد ما يمشي أصلا من عندك مفيش خالص. سامسون التاني، والله سامسون أو مايوكا، هو واحد من الناس دول. ادي ناصر شوية، ادي ناصر في الأول، ادي عمرو ناصر يا عم اللي انت جبته، ادي احمد شريف مره يبدا، ادي الناس دي الثقه. عمرو ناصر ده كان مكسر الدنيا في فاركو الماتش الموسم اللي فات. ناصر منسي ليه ما يبداش معاك؟ وفرحان باللي انت طالع في المؤتمر الصحفي تهبط في الجزيري. طب بص بقى، ده من وجهه نظر انا، انت عندك جزيري بيضيع كور سهله وكل حاجه، بس بيعمل لك هجمات، بيعمل لك هجمات وبيعمل لك خطوره، بيضيع كور بس بيعمل لك هجمات، هجام ومشاكس. هو بيطلع عنا بس مشاكس، انما عضي احنا مش حاسين بيه اصلا وهو بيلعب. اقسم بالله ما حاسس بيه اللي هو بيلعب خالص، بجد صعب، بجد صعب. تمام. كل ده بيطلع ناس بره القايمه كتير قوي، كتير قوي انت جايبها اصلا بتدفع فلوس فيها ومهدي سليمان وناس غريبه. طب مش فاهم انت جبت ليه كل ده، مش فاهم والله جبت ليه كل ده. موظف بقى كويس بقى، موظف كويس. نص الملعب بدل ما تاخد لي نص ملعب كويس بتنزل لي محمد السيد واخد لي ايشو في القايمه ومطلع لي عبد الحميد معالي بره القايمه بجد يا جدعان، بجد مدرب صعب، يعني اقسم بالله صعب. يعني هو ومدرب الاهلي عيان وميت، مش عايز بقول ايه، بس هما عيان وميت. والله الله يعيننا على بعد التوقف الدولي ده، يعني الله يعيننا. وباذن الله خير والله. ولازم حد يقعد مع المدرب ده ويتكلم معاه، لازم حد يقعد يتكلم معاه، عشان احنا كده يعني هنبقى كونفدرالية تاني وبهدلة تاني، ولا كأننا عملنا اي حاجة خالص. يلا وباذن الله خير.